ميدو محمد، بينما هنا عبد الله المعيوف في مرماه بانتظار لعب هذه الكرة. الآن محمد علي بذكريات محمد علي كوتشك نجم النصر والمنتخب الإماراتي في الفترة السابقة. الله، ما في غيره، هو عمارة ديانيه، ما في غيره، هو الله عليه. العميد يتقدم، النصر يسجل، العميد في المهمة الآسيوية يظهر في هذه اللحظات. الله على الكرات الثابتة، كنت أتحدث عن الكرات الثابتة وعن أهمية استغلالها. أمارة ديانيه رد علي، أمارة ديانيه حط في المرمى. الله على العرضية، الله على الكرة في المرمى، هو ديانيه ما في غيره. أعادت من جديد لمصلحة الأهلي. الله، يا على الكرة، على كرة من عبد الرحيم جيزاوي. عبد الرحيم جيزاوي يجتاز دفاعات النصر ويلهم المدرجات ويسجل هدف التعادل للأهلي من كرة صاروخية، من كرة عابرة للقارات. شوف المحاولة، شوف الكرة استلمها بشماله وسددها صاروخية في المرمى، مرت واجتازت دفاعات النصر وكذلك الحارس عبد الله موسى. 1-1 الآن. الكرة التي سكنت الشباك عبد الرحيم جيزاوي اللي على دراية بشباك الفرق الإماراتية عندما سجل هدفين في مرمى الجزيرة في 2010. وصلت وين؟ إلى مارسيلو كاماتشو. كاماتشو يلعبها، هدف أهلاوي ثاني، هدف أهلاوي ثاني. فيكتور سيموس يسجل، يأبى إلا أن يسجل ويأتي نعم كما فعل في الذهاب يسجل في الإياب ويضيف هدفه الخامس في شباك الأندية الإماراتية عندما يلعب الأهلي مع الأندية الإماراتية. شوف المحاولة من الكاونتر اتاك، كاماتشو يصنع مرة أخرى، لا يكتفي بالصناعة. طيب وين مدافعي النصر؟ وين مدافعي النصر؟ هلال سعيد، علي العامري، اللاعب سيموس رغم قصر قامته لكن يرتقي لهذه الكرة بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، غير معقول تماما. شوف يعني مدافعي النصر التمركز الخاطئ تماما في الكرة الماضية، وفيكتور سيموس حطها في المرمى حق رغم أنهم كانوا على اعتاب البطولة. الكرة في المرمى، الكرة في المرمى. هذه المرة كامل الموسى، كامل كملها وحطها وسجل الهدف الأهلاوي الثالث في هذه اللحظات. النصر يبدو بأنه خلاص سيودع النصر من خلال هذه الرأسية. وين الكرة الماضية في المرمى بعد رأسية أخرى جاءت من كامل الموسى بعد رأسية من فيكتور سيموس. الأمور تعقدت جدا يا زنقة، الأمور الآن لم تعد في يد النصر. هكذا الأحوال، هكذا الأمور. النصر ب3 نقاط والأهلي ب7 نقاط.